السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده مختلف شويه في التصوير علشان دوت لايف اصلا، وانا عملته فيديو وقلت انزله لكم عشان اللي ما شافش اللايف. احنا عملنا فيه ايه؟ عملنا فيه كوكيز، كان لذيذ جدا وكان سهل. هنقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هنا حطيت بيضه، وحطيت كوبايه من العسل الاسمر، وحطيت كوبايه من الزبده على زيت، او زبده بس، وينفع سمنه بس، وينفع زيت بس انا حبيت اخلط شويه، حطيت زبده وزيت. وبعد كده قلبتهم على بعض، اللي هي كده بيضة وكوباية من العسل الأسمر وكوباية زيت أو زبدة، زيت على زبدة، وتقلبوا كويس قوي. كنا عاملين لايف كده، كنت عامله لايف انا واولادي، كان لذيذ قوي. واللي مشافوش قلت انا اوريهولكم عملنا فيه ايه. وبعد كده بننزل بالدقيق، الدقيق ده عليه رشه من الملح وعليه رشه من البيكنج باودر، يعني معلقه مثلا ممسوحه. وتبداي تقلبي لحد ما العجينه تبقى قوامها كده عجينه كوكيز عاديه، تبقى متماسكه شويه زي انتوا شايفينها كده في الطبق. وبعد كده ببدا اعمل كور، واحط على وشها شوكليت شيبس. مفيش شوكليت شيبس مش مشكله، انا عملت حبه ساده وعملت حبه بالشوكليت شيبس، بس كانت لذيذه وحلوه. كمان العسل الاسود كويس للاطفال بدل ما تحطي سكر. وحاجه بسطتهم وسهله جدا ومخدتش اي وقت معايا، هي مجرد كام مكون على بعض. وبدأت طلعت معايا احلى كوكيز، وبتدخل الفرن بالظبط 10 دقايق وبتطلع. هنا حبيت اعمل شبه حبة البن كده. بصوا بسيطة جدا، بتعملي كورة وتاخديها بيضاوية شوية، وبالسكينة وتعملي لها خط في النص. طريقتها سهلة جدا لو انت ركزتي فيها. بتبدأي تعملي كورة وتاخديها خط بيضاوي كده شوية، وبعد كده بتعملي لها خط في النص، تبقى شبه حبة البن. ولما بتدخل الفرن تبقى شكلها احلى كمان. كده خلاص استوت وطلعت من الفرن. بعدين هتسيبيهم بس يبردوا شوية، وتبدأي ترصيهم في اي طبق انت عايزاه. وده شكلها كان متماسك وكانت حلوة جدا ومكانتش بتتكسر. وحتى لو مش عندك اطفال كمان هتستمتعي انه انت بتعمليه، لانه سهل جدا وبسيط، وممكن تفطري بيه كده الصبح بكوبايه قهوه. لذيذ جدا. ان شاء الله تعملوا الكوكيز دوت ويعجبكم، وان شاء الله يحسن ما بين ايديكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو الفيديو عجبكم، وتشتركوا في القناه. عاوزين نكبر القناه بتاعتنا في اسرع وقت. اشكرك جدا على المتابعه. السلام عليكم.